تعالى لي يا مدريدي، برشلونه مستنيك في النهائي. وخلي بالك نية حياتي ربع ثقه مشجعين برشلونه في نفسهم وهما بيتكلموا عن اللي فات. يعني ماشي يا معلم، ريال مدريد شايلين اربعه وشايلين خمسه والقصص الجميله دي كلها، بس ما تيجي نبص بصه كده على نتائج السوبر اللي احنا هنلعب النهائي بتاعه بكره ما بين الفرقتين. بس قبل ما نقول الارقام خلينا متفقين، وحاجه انا كمدريدي لازم اقولها، ان برشلونه كاداء وكاخر نتائج هو مقنع اكتر بمليار مره من ريال مدريد. دي حاجه اللي يقول عكسها يبقى ما بيتفرجش على كوره. ولكن نقطه القوه اللي عندنا ان ريال مدريد وبرشلونه في السوبر الاسباني بالشكل الجديد لعبوا اربع ماتشات، اتنين كسبهم ريال مدريد واتنين كسبهم برشلونه. ريال مدريد سجل 10 واستقبل 11، وده رقم اكبر لبرشلونه طبعا. لكن لو جيت بصيت على ريال مدريد وبرشلونه في السوبر الاسباني بشكل عام هتلاقيهم لعبوا 18 مباراه، وده المهم ان 10 فوز لريال مدريد و2 تعادل وست خسارات بس. ريال مدريد مسجل 40 هدف في برشلونه واستقبل 29 بس. الارقام دي لما يقعد مدرب يقولها، وانا متاكد ان شابي الونسو بيتبع الطريقه دي، اكيد هتبقى حافز كبير للعيبه.